السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وبصحة جيدة. الاقتراح ديال اليوم غادي نديرو رفيسة بالحرشة، كتجي صراحة رائعة جدا. هذه الوصفة ديال الأم ديالي الله يرحمها، ويعني كتجي فعلا رائعة، مختلفة على الرفيسة العادية اللي كنديرو بالملوي أو بالمسمن. فهذه كتجي زوينة، كتجي بالحرشة اللي كنخدموها بالسميده. هاد الحرشه غنخدمها معكم بالسميده الغليظه والسميده الرقيقه. هذا هو السر ديال هاد الحرشه او هاد الرفيسه، باش كتجي يعني زوينه وكتجي داك المذاق ديالها كيجي زوين ومختلف ومتميز. فكيف ما قلت لكم غنخدموها بالسميده الغليظه والرقيقه، كنمزجوا بيناتهم باش كيعطيونا داك لا تكستور او داك القوام ديال الحرشه اللي كتجي صراحه رائعه جدا. فبسم الله على بركه الله. كنبداو اول حاجه بالعجين ديال الحرشه. هنا كنوريكم عندي تقريبا 500 غرام ديال السميده الرقيقه وواحد 300 غرام ديال السميده الغليظه. هنا هاد المزيج اللي كنديرو بيناتهم كيعطينا واحد القوام ديال الحرشه كتجي صراحه زوينه. وحتى فاش كتفزق وكان يعني وكنبغيو اننا نسقيوها ونخدموها كتجي صراحه كتجي زوينه بزاف. فهذا هو يعني من بين الاسرار ديال الحرشه ديال يعني الحرشه ديال الترفيسه باش كتجي داك القوام ديالها زوين. هنا قلت لكم عندي 500 غرام ديال السميده رقيقه، وكنديروا 500 و 300 غرام ديال السميده الغليظه او السميده ديال يعني ديك ديال الكسكسو. يعني غالبا كاين اللي كيقول انها ديال ديك السميده رقيقه ديال الغليظه عفوا ديال الكسكسو. صافي هنا هنا كنخدموها غير بالملحه والماء، ما كنديروا لا زيت لا حتى شي حاجه. يعني كنعجنوها بحال اللي كنعجنوا العجينه يعني العاديه ديالنا، غير كنرخفوها كتكون شي شويه يعني مرخوفه وطايعه، ما كنديروهاش قاصحه. هانتوما غتشوفوا يعني تبعوا معايا غير المراحل. فغادي نخدم معكم يعني هاد الرفيسه هذه يعني يعني من الالف الى الياء، يعني نخدموها بجميع التفاصيل. حتى يعني البنات اللي ما زعمرهم ما داروها او ما كيزعموش انهم يديروها، غير يبدا يجربوها. راه صراحه زوينه وسهله وما فيهاش يعني وبسيطه، يعني دغيا كنسربيوها. يعني اون فوا كنجمعوا العجين ديالنا كنردوها كطيب كنصبوا المرق ديالنا، فما كتاخذش منا بزاف ديال الوقت مقارنه بالرفيسه ديال الملوي اللي كتحتاج لنا اننا يعني نخدموا الملوي ونورقوه ونطيبوه. فكتاخذ منا الاخرى يعني الرفيسه ديال الملوي كتاخذ منا بزاف ديال الوقت. هانتوما كنبقاو غير نجمعوا العجين، يعني راه ما كندلكوهاش، كنجمعوها صافي وكنخليوها كتشرب هذيك يعني داك الماء ديالها. راكم عارفين السميده يعني كنخليوها حتى كتشرب، ودوك الحبات ديال السميده يعني كيتشربوا بالماء وكيوليو عندنا يعني كتولي طايعه في يدينا. هنا من بعد ما تشربات لينا صافي كنجمعها، كنستعن غير بواحد شويه ديال الزيت يعني باش ما كتلصقليش في يدي. صافي ومباشره كنكون موجده المقله اللي غادي نخدم فيها، كنكون دهناها غير بشويه ديال الزيت، ما كنرشها لا بسميده لا حتى بحال يعني ها نتوما كي كتشوفوا. يعني هاد المقله الكبيره هذه كتاخذ ليا تقريبا كيلو الا ربع ديال السميده. يعني فاش كنبغي مثلا ندير الحرشه كبيره كان تقريبا كتاخذ ليا كيلو الا ربع. نتوما كانت عندكم مقله صغيره يعني كتقسموا العجين على جوج مقلات او جوج مرات، كطيبوا الحريشه الاولى ومن بعد كطيبوا الحرشه الثانيه. هذه ما عندي كبيره صافي كندير حرشه وحده. الا كان العدد الافراد غير يعني غير حنا الاسره العاديه فكندير غير هذه راه كتكون كافيه. كانوا يعني الناس كثار كديري جوج ثلاثه الحرشات على حسب العدد ديال الافراد. صافي هنا كنردها كطيب على عافيه اللي كتكون متوسطه، وكندوز مباشره كنكون موجده يعني يعني التقديه ديالي وموجده يعني المقادير اللي غادي ندير. صافي يعني كنصب يعني المريقه ديالي. هانتوما كتشوفوا كاين الدجاج، كاينه البصله، كاينه الحلبه، كاين الفول الرقيق حتى هو كندير واحد الكميه. زيت العود كنديروا غير نصف كاس. الثومه عندي معلقه ديال السمن، عندي مطيشه انا كندير في هذه الوصفه كندير فيها مطيشه راه كتجي زوينه. العطريه عندي سكينجبير، الكركم، البزار، القزبر يابس،
والعطريه ديال او المساخن، العطريه ديال الرفيسه او راس الحانوت. كاين اللي كيقول ليه المساخن، كاين اللي كيقول ليه راس الحانوت. المهم العطريه ديال الرفيسه. كندير البصله، كندير الدجاج، كندير البصله، كندير العطريه اللي قلت لكم فيها سكينجبير، البزار، القزبور، العطريه ديال راس الحانوت. يعني كتكون خاصه عند كتباع عند العطار، كيعطيكم يعني الكميه اللي بغيتو. هنا راس معلقه صغيره مع عمراش ديال السمن، كتبقى دائما على حسب الرغبه. يعني كاين اللي ما كيفضلش النسمه ديال السمن، ولكن صراحه كيجي زوين احسن من المكعبات. هنا كندير الثومه، درتها يعني غير قشرتها. الفول يعني كيعطينا واحد الختوريه زوينه للمرقه. الحلبه ايضا كتبقى على حسب الذوق، كاين اللي ما كيبغيش يخلطها مع المرق، ولكن صراحه انا كنخلطها مع المرق باش حتى الاطفال ديالنا كيتناولوها. وبهذه الطريقه ديال الرفيسه راه ما كتجيش الحلبه باينه نهائيا، لان كيف ما غادي تشوفوا معايا غادي نخلطوا كل شيء بهذه الطريقه. صراحه احسن كنخليو الوليدات انهم يتناولوا لينا هاد الرفيسه هذه، بخلاف الاخرى اللي كتكون مسقيه فكيبقاو يعزلوا الحلبه بوحدها ويعزلوا هذه بوحدها. فهاد الرفيسه كتجي مخلطه، ما كتبانش ليهم الحلبه نهائيا، وبالتالي كنوصلوا للنتيجه اننا نوكلوهم الحلبه بطريقه فنيه. هنا كنرد كلشي كيتشحر فوق النار، كنضيف الكميه ديال الماء اللي كيكون غليان، الكميه الكافيه يعني باش ما نزيدش صافي. وكنسد عليها. في هذا الاثناء كتشوفوا بان الحرشه ديالنا راه هي كطيب في نفس الوقت. هنا ضفت مطيشه، انا كتعجبني صراحه المطيشه، كتجي زوينه يعني كتعطيها واحد التعليكه وواحد النسمه اللي كتجي زوينه بزاف. هانتوما كنوريكم الحرشه راه كطيب، وفي نفس الوقت الكوكو ديالي كيطيب. كيتقربوا يعني تقريبا كيطيبوا في نفس الوقت، ما كتاخذش منا بزاف ديال الوقت. هنايا من بعد الحرشه ديالي ما طابت كنستعنوا بواحد المهراس، يد ديال المهراس. انا عندي هاد الحجيره هذه كنت لقيتها في البحر صراحه زوينه، عندها واحد داك الحريف ديالها بوانتو، يعني حاد. ممكن تستعملوا راس المهراس، ما عندكمش غديروا غير الملعقه ديال الخشب يعني باش كتخدموا في الكوزينه هذيك غادي تدقوا بها، او شي حاجه اللي كتكون حاده. هنا كندقوها بعدا اول حاجه كندقوها مزيان حتى يعني هذه الطريقه اللي كنعتمدوا حنايا، يعني طريقه باش كتجي سهله. هنا راه مازال سخونه صافي. فاش كندقوها كلها عاد كنفرتتوها بيدينا باش كتجينا سهله وما كتكونش قاصحه، لان هي راكم عارفين هي ما فيهاش الزيت وما فيهاش السميده اللي غتخليها شي شويه، ما فيهاش يعني ديك الزيت وباللي غتخليها لنا هشيشه بحال ديال الحرشه. لا، هذه الحرشه ديال الرفيسه ما كتكونش فيها الزيت. كنفرتوها بيدينا بهذه الطريقه هذه. هانتوما حتى كنساليو الكميه كلها اللي عندنا، يعني طريقه سهله ما فيهاش. بغيتو كاع تفرقوا المراحل وتوجدوا الحرشه من قبل نهار قبل مزيانه، بغيتو توجدوها حتى داك النهار يعني واخا توجدوها نهار قبل كتبقى مزيانه. هنا المريقه ديالنا من بعد ما طابت واخترات لنا ديك المريقه، هنا هنا المرحله اللي غادي يعني ديال الدريساج كما كنقولوا. غادي نحيدوا داك الدجاج اللي عندنا، وغنحيدوا نحاولوا نحيدوا واحد نصف الكميه ديال ديك البصله وديال ديك الحلبه، غير نصف الكميه يعني ما كنحيدوش كلشي. الماء باقي كنخليو هذاك المرق ديالنا يعني اللي كيبقى لنا تقريبا نصف المرق هو اللي غنضيفوا فيه الحرشه. هانتوما غادي تشوفوا يعني الفيديو راه شارح راسو براسو. صافي هنا كنضيف هذيك الحرشه والمرقه كتكون مازال سخونه. هنا راه شفت ان الكميه ديال المرق قليل، فانا غنزيد نفس المرق، غير كنت نقصته هنايا غنزيد نفس المرق غنزيدو حتى كنغطي هذيك الحرشه كلها. يعني راكم كتشوفوا ان المرقه كتبقى لنا من الفوق. صافي هنا وكنردها على البوطه، يعني حتى جيت هذيك الساعه غادي نغرف ديك الساعه راني ديك الساعه كنمشي نديها ونجيبها فوق البوطه. ما كنتش غادي نحط نصب هذيك الساعه، كنغطيها وكنخليها حتى كتشرب مزيان على خاطرها. وحتى لو بقيت اللي كنبغي انني نحط الغداء او نصب يعني يعني الرفيسه عاد كنردها فوق البوطه كتسخن، وفي نفس الوقت مع التحريك يعني ما تغفلوش عليها. هنا انا راه ما خليتهاش يعني مباشره شعلت يعني البوطه، شعلت عليها العافيه وبقيت كنديها وندي ونجيب فيها. هانتوما كندي ونجيب فيها حتى كتشرب ليا
ديك المرقه كلها، وهذيك الحرشه ديالنا كترطاب وكتولي بحال الزبده، كتولي زوينه بزاف. المهم غير تبعوا معايا المراحل، راها سهله كما قلت لكم، سهله اسهل من الرفيسه ديال الملوي، ما كتاخذش منا بزاف الوقت، وصراحه ما كتجيش ميدمه. في نفس الوقت راني راده داك الدجاج ديالنا كيسخن مع ديك البصيله وداك المرق، يعني كنخليو غير واحد النسبه قليله ديال المرق ماشي بزاف، لان الحرشه هنا كتجي رفيسه مشربه صراحه ومعلكه. كنبقاو مستمرين يعني في التحريك. ها نتوما حتى كنوصلوا لواحد القوام اللي غادي تشوفوه معايا، يعني كتشرب لنا هذيك المرقه كلها كتشربها السميده وكتجي مشربه كما قلت لكم. هذيك الحلبه والبصله وداك داكشي كاع اللي درنا ما كيجيش باين، يعني حتى الثومه كلشي كيتمعس مع هاد الحرشه هذه. وكيف ما قلت لكم ممكن توكلوها للوليدات بطريقه اللي هي فنيه، ويعني ما يعرفوش حتى شنو كاين فيها، بخلاف يعني الرفيسه ديال الملوي فهما كيبان ليهم يعني هذيك البصله كتبان لهم الحلبه، كيبان لهم العدس. يعني هانتوما كتشوفوا يعني هنا راها شربات صافي، يعني هانتوما كتشوفوا يعني صافي راها شربات ديك المريقه كلها، ولات الحرشه يعني ولات رطبه ورطابت لنا، يعني كتجي خطيره صراحه هاد الرفيسه ديال الحرشه. مباشره كنصبوها في واحد الغطار ديالنا ديال التقديم، وكنحطوا فوقها هذاك الدجاج وهذيك البصيله اللي خلينا. هنا كاين في هذه المرحله كاين اللي كيزيد عليها واحد شويه ديال الزبده بلديه او واحد شويه ديال السمن، ولكن راكم عارفين الاطفال ما كيبغيوش ياكلوا بحال داكشي، فدرناها بالطريقه العاديه التقليديه. كتجي فعلا صراحه هاد الرفيسه كتجي زوينه بزاف، ما مزيتاش، يعني سهله في الهضم بخلاف يعني الاخرى ديال الملوي اللي كتكون فيها الزيت بزاف. كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم. الى عجبكم الفيديو دعوا لامي وابي بالرحمه.